والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر أن من هاجت به مرة شهوته فلم يجد لها تصريفا فعليه بالصوم، وعليه أن يحجز بصره عن التطلع إلى الحرام، وأما أن يسير في طريق الحرام سيرا حثيثا ويبذل فيه كل غال وثمين ثم يمني النفس بأن يعود سليما، فهيات هيات على المرء أن يكون واعيا وأن يعلم أن مجرد النظر والتطلع في وجوه المونسات ممن يعكف شباب المسلمين إلا من رحم الله لياليهم، بل وشيبهم أيضا يعكفون إلا من رحم الله على النظر إلى وجوههن وأبدانهن، فإنها قالت اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه لا في أبدان ولا فروج. فكيف إذا كان ذلك كذلك؟ ألا تجد حسا لطيفا ولا قلبا شريفا ولا روحا منيفة تعلم أن هذا عقاب، وأنها إذا مكنت فهذا خذلان، وأنها إذا ما تحصلت على الأسباب فنظرت أو وقعت أن التخلي من جانب الرحمن الرحيم قد وقع، والخذلان أن يكلك الله إلى نفسك، والتوفيق أن لا يكلك الله رب العالمين إلى نفسك. ألا تجد روحا لطيفة ولا نفسا شريفة تعلم أنها إن مكنت وإن خلي بينها وبين النظر إلى الحرام أو خلي بينها وبين مواقعة الحرام فقد وقعت في الخذلان، وقد جانبت التوفيق، وقد رفعت عنها الرحمة ورفع عنها الإيمان فكانت الظلة، فإن عادت مقلعة إلى ربها عاد وإلا فلا يعود. ألا تجد فاهما؟ أليس في الناس من رجل رشيد؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، يعني لم يكن لهذين الصنفين من وجود في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم فصل بعد هذا الإجمال فقال صلى الله عليه وسلم أقوام معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، عسس يضربون الناس بغير حق، ومعهم صياط كأن أطرافها معقودة أو بها ذوائب مغروسة يضربون أبشار الناس بغير حق. نعم بغير حق، لأن جلد البكر الزاني الذي ثبت عليه الزنا قربة إلى الله رب العالمين، ولذلك أمر أن يشهد جلده طائفة من المؤمنين، وأمر المؤمنين جالدا وناظرا ألا تأخذهم بهم، يعني بالزناة المجلودين حدا بتلك الصياغ، رأفة في دين الله، فذلك إنما هو حياطة لدين الله رب العالمين. فإذا تورط فظهر الزنا، فحينئذ إذا قامت البينة أو جاء الإقرار فلا بد من إقامة الحد. وأما إذا ما ستر على نفسه فلم يفضحه ربه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وأما إذا أبدى لنا صفحته أقمنا عليه حد الله. فإن كان محصنا فزوج يوما من الدهر زواجا صحيحا ولو جزءا من ليل أو نهار، ثم فارق بموت أو طلاق ولم يتزوج بعد وظل أيما فهو محصن أيضا، فإن وقع في الزنا فالرجم حتى الموت. وعند كثير من أهل العلم فيهم بعض الخلفاء الراشدين منهم علي رضوان الله عليهم جميعا أنه يجلد 100 جلدة ثم يرجم بعد ذلك حتى يموت. وإن كان لم يسبق له إحصان وكان بكرا
فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عن وطنه عاما كما هو معلوم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن أقوام معهم سياط كرابيط كأذناب البقر كذيولها معقودة يضربون بها أبشار الناس أي بغير حق، وأما بالحق فلا، حدا وتعزيرا. ثم قال: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. ونساء كاسيات عاريات، حتى ولو كانت قد جعلت السدال قائمة فلا يبصر منها شيء، كاسية عارية من التقوى باطنها فهي داخلة، أو هي كاسية بشفوف تشف وثياب تصف، ثم هي كاسية عارية في آن واحد. قولان لأهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مميلات مائلات، تميل بالخنا أهل الباطل وهي مائلة عن الحق ظاهرا وباطنا. مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت، والبخت إبل لها سنام يميل بقمة الشعر فيه ناحية، وكذلك تجد المرأة من هؤلاء كاسية عارية، عارية كاسية عارية، تخرج بثياب إلى الأجانب من غير المحارم ممن لا يجوز أن ينظر إلى شيء منها قط، وكأنها قد تجردت في فراشها تستعد للقاء زوجها. ما هذا؟ أي شيء هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. والمرأة تجعل شعرها مائلا ناحية، نعم، كفعل البغايا وكنا يصنعنه، أو كما تفعل نساء أهل الكفر مما يخترعنه لشعورهن، فتقلد القردة أمثال هؤلاء الحيوانات فيما يفعلن، وتشوه الواحدة ظاهرها وباطنها، وما علمت أن زينتها الحياة، وأن الرجل العفيف الشريف لا يقع على النفايات، وأنه لن يقع عليها إلا أمثال الذباب. نعم، إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه، فلن يقع عليها إلا أمثال الكلاب، لا يبالي بعفة ولا عفاف ولا ينظر إلى ستر ولا صيانة، وإنما هي الفاحشة بغير زيادة ولا نقصان. أي شيء هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، لأنه لو توقف عند قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخلن الجنة، فلعل قائلا أن يقول: فإنهن منها غير بعيدات، فيقول: ولا يجدن ريحه، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، من مسيرة 70 عاما، من مسيرة 100 عام، لا يجدن ريحه. فأين يكن؟ بعيدات، كما كنا عن الطهر والعفاف بعيدات، كما كنا من الرذيلة قريبات، كذلك هن من النار قريبات. وزينة المرأة العفاف على المرأة التي آمنت بربها وسترت جسدها أن تتقي الله رب العالمين فلا تتبرج بحجابها، فهذا شيء شائن لا يليق. والحجاب الآن قد تبرج، نعم،
صار الحجاب يحتاج حجابا، فقد تبرج الحجاب، وهذا شيء شائن لا ينبغي أن يكون. فعلى المرء أن يكون واعيا، وعلى المسلم وعلى المسلمة أيضا أن يعرف طريقه إلى ربه. فالحياة منقضية أيها الأحبة، منقضية، ثم هي ليست على الشباب تدوم. ومعلوم أن من تورط في تلك الشهوات عوقب دنيا وآخرة إن لم تصح توبته، ويعود إلى الله العزيز الحميد، فلا بد أن يعاقب، والجزاء من جنس العمل. كما قال الشاعر الحكيم: من يزني في امرأة ب1000 درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. إن الزنا دين فإن أسلفته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي. إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي. من يزني في امرأة ب1000 درهم في بيته يزنى، في قراءة أو قل في رواية بربع الدرهم، والصواب أن تقول بغير الدرهم، بل ربما دفع له المال جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. واخرج من بيتك فسرح طرفك في المحرمات، واعلم أن محرماتك أنت وحرماتك يسرح فيهن الطرف أيضا جزاء وفاقا. فلا تنتهك، وقف عند حدود العفاف. ولنحاول جميعا أن نجتهد في العودة إلى الله. إن المجتمع إذا انهارت أخلاقه انهار بغير قرار، ولا يمكن أن يتوقف عند نهاية في الانحطاط. وما تسلل أعداء الإسلام في داخل وخارج إلى دين الإسلام العظيم إلى أبنائه إلا من هذا الباب. والمرأة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي أشد فتنة تركت قط بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأشد خطرا على الرجال. ما تركت فتنة هي أشد خطرا على الرجال من النساء. والمرأة مكرمة أيضا، فهذا لا يعني أنها تعامل لا كما يعامل الآدمي، هذا وهم. يحاولون أن يدخلوا من هذا الباب لكي يردوا عليك اعتدالك واتزان دينك بسواء نفسك، بعيدا عن أمراض القلوب وعن شهواتها وعن فوران وثوران النزوات في أنحاء الجسد الحيواني المستفز بما يسمع ويرى، بل ويلمس ويعانق في كل حين وحال. مجتمع بهيمي هو مجتمع مسلم نظيف طاهر، فيه العفة وفيه العفاف وفيه البعد عن الفحش والفاحشة، والأمر قريب. الزم دين ربك ولا تتعدى حدوده، فإنك إن تعديت حدود ربك عاقبك، وإذا عاقبك فعقابه أليم. فاحذر غضبه، فإنه قطع اليد في ربع درهم وجلد الحد في مثل رأس الإبرة من الخمر. فاحذره ولا تأمن، فإن الله رب العالمين إن تخلى عنك وقعت، فإن رفع عنك السترة انفضحت.